السلام عليكم، كديرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله غنحضر لكم مسمن تاع الفران مقرمشين وغزالين، راه تقرميشو ومرقين. غنحضر لكم هادو تاع الخضره، وهاد المتلتي اللي غنوريكم دابا نديرهم بالفرماج وشرائح الديك الرومي. كيجيو حتى هما زوينين وحتى هما بنفس العجينه، غير العماره اللي مختلفه. نبداو على بركه الله. عندي هنا بصله مشلضه كبيره، هنا كنوجد الخيزو كنقطعو، الفلفله حتى هي كنقطعها شرائح رقيقه. كيف ما كتشوفوا البصله راه درت فيها شويه الزيت باش نشحرها، راه شاعله عليها. دابا كنزيد عليها ديك الفلفله، كنخليها حتى تهبط شويه. صافي غنبدا نوجد في الزيتون، ولكن ما نضيفوش دابا، نخليه هو الاخير. الشعريه الصينيه حتى هي نضيف فيها الماء سخون نخليها. دابا داك الخيزو اللي حكيت حتى هو غنشحرو على حسب الكميه اللي بغيتو، كل واحد كيدير على حسب الكميه اللي بغيتو. هنا عندي الصويا، شويه ديال البزار، شويه التحميره، الملحه، داك الثومه بودره. ما عندكمش تحكوا غير راس ديال الثومه ولا بلاش ماشي مشكل. شويه ديال الماء باش طيب ليا هاد الحشوه. صافي مره مره نحرك باش ما تلصقش لينا. دابا الشعريه الصينيه راني قطعتها بالمقص، غنضيفها حتى هي باش طيب لينا. صافي وغنوضع على حسب بغيتو ديروا الحار، ما بغيتوش داكشي كيبقى اختياري. انا عزيز عليا كيكونوا حارين. وضعت دابا الزيتون. هنا عندي واحد العلبه ديال الطون، فرتتها مزيان وضعتها حتى هي وطفيت البوطه. هنا العجينه كناخذ الفورص، تقريبا عندي هنا نص كيلو تاع فورص، شويه ديال القمح، خماره، شويه ديال الخميره ديال الدار، وشويه ديال السنيده تقريبا عاشقه صغيره، ومليحه. كناخذ هاد المكونات وشويه ديال الزيت، تقريبا جوج عويشقات ولا معلقه. صافي ناخذ هاد المكونات كاملين نخلطهم مزيان نعجنهم. نخلي العجينه شويه تكون قاصحه بحال ديال المسمن، بحال تعجني مسمن. صافي نبدا ندير فيها كويرات صغار كيف ما كتشوفوا معايا، غير صغار باش يجيونا منظمين. صافي ونبدا نورق ونبدا نديرهم بطريقه بحال غندير في المسمن. كنورق بالزيت، والوسط كندهن بالزبده، مذوبه الزبده. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. النوبه الاولى كنورق غير بالزيت حتى كتورق ليا. عاد كنوضع الوسط شويه ديال الزبده كندهنها. هانتوما تشوفوا معايا كندهن غير شويه ديال الزبده. صافي ونجمعها بحال المسمنه. نبقى غادي على هذه الطريقه حتى نكمل. هذه هما هذوك المثلثات اللي غنخدم معاكم. هذه العجينه ديال هذوك المثلثات اللي غنعمرهم بالجبن. راه هنا كنت مزروبه وقرب عليا الفطور، علاش راه زربت شويه في الخدمه وزربت حتى الفيديو باش ما نطولش عليكم. صافي غنقرصها حتى هي هكا بحال المسمنه، وغنقلب فيها باش تجيني مرقه مزيان كيف ما غتشوفوا معايا. صافي ملي غنكملها كامله باش تجيني مرقه هنايا، راه واخا هكاك راه كنوضع الزبده. صافي ونخليها ترتاح بينما نكمل المسمنات الاخرين المعمرين. صافي غنوضعها نقرصها شويه كيف ما كتشوفوا. صافي وناخذ الحشوه على حسب القياس اللي بغيتو، ونسدها ونوضع نص ديال الزيتونه طريف صغير. صافي ونحط في اللاطه. نبقى غاديه على هذه الطريقه حتى غنكملها كامله. دابا باش غادي ندهن الدهين كناخذ صفر ديال البيضه، شويه التحميره، شويه ديال الحار، وكيبقى هادشي اختياري. الا ما بغيتوش ديروا غير صفر البيضه وشويه ديال الحليب. صافي ودهنوا فيه. هنايا غنزيد شويه انا الماء، راه ما وريتوش ليكم. زدت شويه الماء، نتوما الا عندكم ديروا غير صفر بيضه وشويه ديال الحليب. الا ما بغيتوش تضيفوا هاد التحميره وشويه الحار. صافي وغنبدا ندهن في الوجه. انا غير كنبغي ديك الحموريه وديك الحروره كتبقى زوينه. ندهنها كامله. صافي وندخلها للفران، راه كتجي مقرمشه وغزاله. غير جربوا هاد الطريقه. ندهنهم كاملين الوجه.
غير الا زدتو فيها الماء ولا الحليب راه كتجيكم هي هذيك في الدهين. صافي هنا خديت شرائح الديك الرومي، شويه المرتديله، ناخذ معاهم الفرماج، نخلط هاد المكونات مزيان، نضيف الزعتر ضروري البنات، الزعتر عرفتي راه كيجي ما نقولش لكم كيجي وزان مع الفرماج. نقرصها مزيان كيف ما كتشوفوا، واخا انا ما قرصتش حيت كنزرب، واخا هكاك ملي غنبدا غنبدا نجر فيها ونقرص. قطعتها طويله، غنبدا نحط في الحشوه، نقسمها كامله هذيك الحشوه باش تجيني قد قد. صافي وغنبدا نلوي كيف ما غتشوفوا معايا، نبدا نديرها مثلثات. صافي غنكملها كامله بحال هكا، ونوضعها حتى هي في لاطه، وندخلها للفران وندهنها غير بالبيض ديال البيض. هادي انا درت بيض ديال البيض دهنتها به. هانتوما كيف ما تشوفوا معايا غنكملها كامله هاد المثلثات، راه حتى هما كيجيو زوينين. انا دابا كندهن فيهم بالبيض ديال البيض، وكنقدمهم لكم بالصحه والعافيه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجيو زوينين ومقرمشين ورطبين. انا غنحل معكم وحيده، انا دابا راه اذن وكليت وحيده، نتمنى من الله يتقبلها منا. وهذا حتى هو ديال الفرماج، راه كيجي زوين ومرق ونفس العجينه. كنقدمها لكم بالصحه والعافيه وباش ما تمنيتوها البنات. مرحبا بكم في قناتكم.